استعاذة بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. أيها الإخوة المؤمنون، مرحبا بكم في هذه الليلة القرآنية العالمية الفريدة من نوعها. مرحبا بكم في قصر ضيافة عزبة العمدة البعلي بالمحسمة الجديدة محافظة الإسماعيلية، الذي أسأل الله جل وعلا بكل خطوة جئت بها إلى هذا المكان أن تكون في ميزان حسنات الأم الراحلة. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سأل سيدنا رسول الله الإمام حسين بن علي فقال: يا حسين، من أفضل جهة من النسب؟ قال: أنا يا رسول الله. فيكفيني فخرا بأن جد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكفيني فخرا بأن أمي فاطمة الزهراء، ويكفيني فخرا بأن أبي الإمام علي بن أبي طالب. فقال سيدنا رسول الله: يا حسين، إن كان هذا هو نسبك فاسمع إلى ما هو نسبي، فأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن قصي ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن غالب بن فهد بن مالك ابن النضر بن مضر بن ربار بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن عبد بن عدنان بن سام بن نوح ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن سارون ابن نخلة ابن قيلان ابن أرفخش ابن شيش ابن نوح ابن آدم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى جميع الأنبياء رحمة من رب العالمين. سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر ابتسى والشمس مشرقة بنور دهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ودعاك لقربه وحذاك، وخفضت دين الشرك يا علم الهدى، ورفعت دينك فاستقام هناك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع من معناك الكتاب؟ صلى عليك الله يا علم الهدى، فاشتاق مشتاق إلى رؤياك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا أبا الزهراء يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم بتحية أهل الجنة: السلام عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. ونحن في ليلة تكريم للأم الغالية التي رحلت بجسدها لكن تبقى سيرتها في قلوب أولادها، حرم المرحوم الحج أحمد غنيم، الذي أسأل الله جل وعلا أن يسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة. كذلك أيضا والدة الأستاذ إبراهيم أحمد غنيم، كذلك مشاركة لعميد آل غنيم الحج أحمد غنيم، مشاركة للشيخ علي غنيم وحج أحمد إبراهيم غنيم، مشاركة أيضا حج عبد الحميد البعلي. يقدمون بأسمى برقية الشكر والتقدير إلى كل من واساهم وقدم واجب العزاء فيه. وحتى لا أطيل على حضراتكم، أدعو قارئا يتسم بالأدب والتواضع بين الناس، قارئ المحراب يسير ويجول في ربوع مصر والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد العزيز عبد الحميد بن قاسم. أدعوه الآن إلى منصة التلاوة لكي تمتلئ المنصة نورا بحضور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.
أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.